تفضل أستاذ الكبير، تفضل غالي. تعال مثلا إلى كربلاء كمنطقة، ما إلى من الخصائص كربلاء؟ شو إلى خصائص كربلاء؟ طيب ممكن تسجلون بس خصائص كربلاء، يعني كل واحد يجيب له ورقة وقلم وسجل خصائص كربلاء هذه، خلينا نشوف شنو خصائصها. تفضل يا الشيخ رضوان درويش، تفضل. كربلاء ما لها من الخصائص؟ ورد من خصائصها أنها لا تضيق بزوارها. هون تأمل لي رجاء. الكعبة مثلا انت بتشوف بالكعبة يوم الحج 4 ملايين انسان، واذا البيت يضيق بهم. لا شلون كذي؟ لا 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 بصراحة مصيبة كارثة ان الحرم يضيق بال4 ملايين هذول. لا لا بصراحة طامة كبرى. حسبنا الله ونعم الوكيل. زين بعدين بعد يصبح الطواف خارج عن حدود الحرم، يعني صار الناس على الدرج، بل أكثر من ذلك فوق الأدراج الناس يقفون. أما من خصائص كربلاء يقول الإمام الصادق عليه السلام أنها لا تضيق بزوارها وضيوفها، فلو جاء كل أهل الدنيا لوسعتهم كربلاء كرامة لدماء الحسين بن علي بن أبي طالب عليها. فما تضيق اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحرم بيت الله سبحانه وتعالى يضيق في 4 ملايين زائر، ولكن كربلاء لا تضيق. لو جو أهل الأرض كلهم بما فيهم، يعني بما فيهم بن عقيل وربعه والشباب اللي قاعد بالغرب اللي بالبالتوك ما ذكرهم، ما ذكرني بالبالتوك. إذا رحنا شو يصير ما ادري. بس انا ابو خالد ممكن اشغل ماده من اولها، ممكن اشغلها هي ساعه، يمكن القى جماعه البالتوك جماعه غرفه انصار اذا رحنا كربلاء يصير زحمه ما يصير. اشغل ماده ساعه تعطيني تسمح لي ساعه، احتمال جاي بسامينا المشرف فلاني مشرف فلاني غرفه انصار اهل البيت. أهلها كربلاء لا تضيق، بل يقول الإمام الصادق الله خلق كربلاء من فاضل طينة الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخلق آدم ب24,000 عام. 24,000 يا شباب، 24,100 الله يلا 25,000 يلا هنشوف من يرجع على السوم. 26 من يزود 26. جزاك الله خير واحسن الله عليك. قبل أن يخلق آدم ب24,000 عام، وقد افتخرت مكة على كربلاء. التفت لهاي. اهم شيء التفت اهم شيء التفتوا انتم ما عليكم، انتم التفتوا وصير خير بعدين. وقد افتخرت مكة على كربلاء. التفت لهاي الرواية. هاي رواية يقولها الإمام الباقر والإمام الرضا سلام الله عليه. مكة اتفاخرت فيها مكة ايش فيها مكة؟ قول. رضا سلام الله عليه. مكة اتفاخرت على كربلاء. الله تعالى أوحى إلى مكة فقال لها أنت أرضي صحيح، وأنت مقدسة صحيح، وأنت أرض الحرم صحيح، ولكن اعلمي يا مكة أنه لولا كربلاء لما خلقتك. لولا كربلاء لما خلقتك. لولا. بس ما ادري لحظة. زين فندق التوحيد معاهم مركز مكة حين يشمل الموضوع هذا؟ لان بصراحة انا عندي مركز مكة في مطعم تحت اشتري منه دائما فلافل سندويش مشكل والله، بس ما ادري هالموضوع هذا يشمل المطعم هذا اللي بمركز مكة ولا ما يشمله. هذا قصة هذه بصراحة عقدت انت. أنه لولا كربلاء لما خلقتك. الطازج وسواق بن داوود ماشي. لا بصراحة أفحمتني يا شيخ ماشي. ولكن اعلمي يا مكة أنت أرضي صحيح، وأنت مقدسة صحيح، وأنت أرض الحرم صحيح، ولكن اعلمي يا مكة أنه لولا كربلاء لما خلقتك.
لولا كربلاء لما طلقتك، وهذا هو الواقع. أحب زين احنا المفروض ما في كربلاء شباب. لحظة خلينا نكون شوي منطقيين. الحين على سبيل المثال ما في كربلاء ولا في مكة ولا في الكعبة، وين راح تصير جب قبلة المسلمين؟ اكيد كربلاء بعد شيء طبيعي، ما دام الحرم مو موجود. اذا اكيد قبلة المسلمين راح تكون الى كربلاء. لا صدقت. لا تسمع الى دعايات اهل الجهل والباطل. اخ منكم اخ يا اهل الجهل والباطل، سكروا غرفتكم يلا اهل الجهل والباطل يلا. ما طلقتك، وهذا هو الواقع. أحبائي لا تسمع إلى دعايات أهل الجهل والباطل حبيبي لا تكرر، أنت لا تكرر بابا رني مش اسمك، لا تكرر يا يبا رني وين قاعد؟ الانفتاح المدعى، ولكن طلقتك، وهذا هو الواقع. أحبائي لا تسمع إلى دعايات أهل الجهل والباطل والانفتاح المدعى، ولكن اصغوا إلى روايات الصادق والباقر والرضا والجواد والهادي وروايات الإمام المهدي من آل يلا كمل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الآن تشوف عند بعد ومن أشرف خصائص البلدان ما ورد في خصائص النجف الأقدس والأغر لمولانا علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. النجف الأقدس والأغر ما ورد في خصائص النجف الأقدس والأغر لمولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي يخاطبه واحد من أعلام أهل السنة. حتى ما نجيب لك شعر للشيعة تقول الله هؤلاء شيعة يتكلمون عن أئمتهم بهذه المقامات.